السلام عليكم ورحمة الله شباب، شلون حالكم؟ أموركم طيبة إن شاء الله. معكم معاذ بلبان، واليوم بنتكلموا عن الأكسنت. في هالبنات يسألوا علاش احنا ما نتكلموش إنجليزي زي الإنجليز؟ أول حاجة لازم تعرف إنك أنت مش مجبر إنك أنت تتكلم بالأكسنت، لأن حتى الإنجليز نفسهم أو الكنديانز مش متوقعين إنك أنت تتكلم بالأكسنت، لأنك أنت مش مجبر تتكلم بالأكسنت. ومرات الظروف مش مساعداتك انك انت تتكلم بالاكسنت. وفي حاجتين اساسيات يا يخلوك تتكلم بالاكسنت او من غير اكسنت، اللي هي اول حاجه الايج. يعني يكون عمرك فوق ال 25 وانت ما عمرك من قريت انجليزي وتبي تتعلم اللغه الانجليزيه وبالاكسنت، هذا موضوع صعب. فلو فات عمرك 25 وتعلمت الانجليزي زي الانجليز، بديت تتقن اللغه الاكسنت، دير فيديو وانا ننزله في صفحتي ونكتب للطفل المعجزه. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. لان في اللي سافر وعمره صغير وقاعد ما خداش الاكسنت، وهذا واقع بتشوفه فيه. والنقطه الثانيه لازم تعرف ان الموضوع ما ليش علاقه بالذكاء، يعني مش انك انت ذكي معناها تاخذ الاكسنت، وانك انت غبي انك ما تاخذش الاكسنت. اسمع كيف اللي طلع نيوتن وغاليليو غلطين. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. باتريشا كول قالت ان الطفل الياباني لما يفوت عمره السنة ما عادش يقدر يميز بين اللا والراء، لانه ما يسمعهاش، لان انت ما تسمعش الحرف ما تقدرش تنطقه. وشين الطفل الياباني غبي؟ هل في ناس يتكلموا زي النيتيف سبيكرز؟ في ناس يتكلموا زي النيتيف سبيكرز، لكن بنسبة بسيطة جدا. يعني انت تحطها في جنب الكندي ما تقدرش تفرق بيناتهم. وباش توصل للمرحلة هي تبي جهد جبار. علاش؟ لأن المتنبي شنو يقول على قدر أهل العزم تأتي العزايم. رب قوم ذهبوا إلى قوم، ولكن القوم الأولانيين لما ذهبوا للقوم الثانيين ما لقوهمش، خدوا تاكسي ورجعوا تاني. والمشكلة تواجه فينا احنا الليبيين مش السمع، المشكلة العمر والعزيمة نفسها. يعني كل ما يكون عمرك صغير كل ما تكون قابليتك انك انت تاخذ الاكسنت اسرع واحسن. وهذا احسن مثال لشاب اسمه رياض، نزل الدكتور وسام خلف الله في صفحته الشخصيه. شاب ما قراش برا وما خداش كورسات. Who wants to fly overhead the Konus in the TechNam 2002? This guy is. وشن انطباعي على الفيديو، الولد ما شاء الله متمكن الصراحه في اللغه. والكونكلوجن انك انت ما تربطش حياتك بالاكسنت، يعني as long as انك انت تنطق صح وما تتفلسفش عليها امورك تمشي سليمه. هذا اللي عندي اليوم، وثانك يو لكم جميعا.